السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مروة معاكم. دلوقتي هنعمل مع بعض طريقة الحواوشي وهنخزنها مع بعض في الفريزر. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. كان عندي يا جماعة نص كيلو لحمة مفرومة، فرحت فرمت بقى بصلتين في الكبة مع قرنين فلفل مع طماطمايه. دلوقتي هنتبلها مع بعض. هنحط ايه بقى؟ هنحط توابل حواوشي، ايه شوية توابل حواوشي كده، ما تكتريش، يعني مثلا حطي شوية ولو عوزتي تاني حطي كده. شوية فلفل اسمر، وشوية كمون، وشوية ملح، وزي ما قلتلك ما تكتريش. قلبوا بقى الحاجات دي كلها كده مع بعض. طبعا انت بتكوني غاسله ايديكي عشان تقلبي براحتك، تكون الحاجه نضيفه برضو. وكده بعد ما قلبناها نجيب بقى العيش نفتحه كده، بس طبعا مش اللي هو تفتحيه على الاخر، يعني حته صغيره بس كده. هتاخدي بقى حته كده وتفرديها كده في العيش، توزعي بقى اللحمه كده في العيش، ولو احتاجتي تاني بتحطي كده وتدوسي عليه بقى، تتاكدي ان كله مليان بقى. هعمل معاكم واحد تاني. تفتحي برضو كده اهو، توزعيها بقى كده في العيش. بس كده خلاص. وكده بقى يا جماعة خلصنا. ده كان اخر واحد معانا اهو، بصوا نص كيلو اللحمة عمل معانا 5 ترغيف كويسين جدا. بعد كده بقى لو انت مش عايزة تعملي مثلا في اي وقت تاني، بتحطي بقى في كيس كده وبعد كده بتحطيه في الفريزر. لو انت مثلا في اي يوم مثلا اتأخرتي في الشغل او مثلا تعبانة كده، بتطلعي وبتقليه على طول كده.